ترامب يتصل بالأكراد ويطلب منهم أن يقودوا هجوما بريا ضد النظام في إيران، مع وعده لهم بأن يوفر لهم الغطاء الجوي وربما بعض الأسلحة. خلال الأسبوع الماضي قامت 6 أحزاب كردية إيرانية في المحافظات الغربية من إيران، كلها تعارض النظام القائم في طهران. قامت هذه الأحزاب بالإعلان عن تشكيل تحالف. طبعا يبلغ عدد الأكراد قرابة 10 مليون كردي في إيران، وهي الأكراد هم تقريبا من أكبر الأقليات الموجودة في إيران، ويتوزعون على 5 محافظات في غرب البلاد. قام ترامب بالاتصال مع عدد من قيادات هذه الأحزاب الكردية، ومنها الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية، والذي كان قد دعا الأسبوع الماضي جميع الجنود الإيرانيين وخصوصا في كردستان لترك مواقعهم وأن يتخلوا عن تأييدهم للنظام الإيراني. واحد من هذه الأحزاب فقط يعتقد أن لديه كميات كبيرة من السلاح، وهو حزب الحياة الحرة في كردستان، واللي حصل على السلاح عبر علاقاته مع حزب العمال الكردستاني الذي دخل منذ فترة في عملية تفاهم مع أنقرة وقرر ترك السلاح. ترامب تكلم أيضا مع قادة الأكراد الموجودين في كردستان العراق، مسعود بارزاني وبافل طالباني، وقال لهم بأن الأكراد يجب أن يكونوا على أحد الجهات في هذه الحرب، يا إما أن يكونوا مع إيران أو أن يكونوا مع إسرائيل وأمريكا، ولا يمكن لهم أن يكونوا على الحياد. طبعا أكراد العراق لديهم الكثير من التخوفات، خصوصا أن هنالك احتمالات لأن تفشل الخطة الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وحينها سيكون على الأكراد مواجهة الإيرانيين بمفردهم، تماما مثل ما تخلت أمريكا عن قسد ولم تدعمهم في المواجهات الأخيرة مع النظام الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع في سوريا. وبحسب تقرير نشرة اليوم الواشنطن بوست، فالبيت الأبيض رفض التعليق على سؤال ما إذا كان ترامب قد تواصل مع أقليات أخرى مثل البلوش ومثل حركة مجاهدي خلق. المهم في هذا المشهد ككل عدة قضايا. الأولى أن أمريكا وإسرائيل تحاولان أن تستعملا شعوب المنطقة ومكوناتها الحقيقية الراسخة لخوض الحرب نيابة عنها. فقبل أيام الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون قال أن لديه معلومات مؤكدة بأن السعودية وقطر قامتا بإلقاء القبض على عناصر من الموساد في الوقت الذي كانت أجزاء من شركة النفط السعودية أرامكو تحترق، ونفى الإيرانيون أن يكونوا قد استهدفوها. فلمصلحة من إذن يتم استهدافها؟ ومن الذي سيستفيد من دخول دول الخليج الحرب ضد إيران؟ النقطة الثانية أن ترامب لا يأبه بالمنطقة كلها ولا يهمه إن احترقت بالكامل، فهو عندما يطلب من الأكراد التحرك لا يلتفت إلى أن تحرك الأكراد في إيران وسيطرتهم على أجزاء من إيران متصلة بإقليم كردستان العراق تعيد طموحات أكراد تركيا مرة أخرى إلى الواجهة، الأمر الذي لن تأخذه تركيا بتهاون مطلقا، ولن تقبل تركيا بتسليح الأكراد من قبل أمريكا لما في هذا من تهديد على مصالحها مستقبلا. النقطة الثالثة، مجرد التفكير بأن ترامب قد حاول استعمال هذه المكونات الإثنية لتثور ضد النظام في طهران حتى وإن لم تقبل هذه المكونات الكردية، سيجعل النظام الإيراني ينظر إليها بشكل من التوجس والريبة، وقد ينقلها في وقت ما إلى خانة العداء وقد يقوم بمهاجمتها. رابعا، في الأيام ال5 الأولى من الحرب بينما كانت أمريكا تقوم بقصف طهران، كانت إسرائيل تركز على قصف المراكز الأمنية والعسكرية في المناطق الكردية، السماح بإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني. خامسا، في حال انتهاء هذه الحرب ستكون هذه الفصائل الكردية في مواجهة النظام الإيراني بمفردها، وستتخلى عنها أمريكا تماما مثل ما تخلت عن قسد. في الخلاصة، هذه الحرب كلها تأتي لتأبيد هيمنة إسرائيل على المنطقة وفي مصلحة إسرائيل، وكل الدول التي سهلت انطلاق الهجمات من أراضيها وسهلت تواجد القوات الأمريكية في أراضيها كانت بإرادتها أو ربما بغفلة منها تخدم مصالح إسرائيل.